أطيب وأسرع وأشهى وصفة غدا ممكن تحضروها بهالشوب هو أبو شلهوب. أكلة شامية جدا طيبة وسريعة التحضير، رح أعملها معاكم على طريقتي. صلوا على الرسول، خلونا نبلش. أول شي رح نسمي بالله. وهون عندي كيلو من الكوسة، رح نشيل التاج والدويرة، بعدين رح أقطعها مكعبات تكون كبار شوي مشان ما تذوب على الطبخ، وبنفس الوقت هالأكلة حلاوتها تكون مبينة بيها الكوسة. بطنجرة على النار رح أضيف معلقة من السمنة، رح أنزل عليها ببصلة مفرومة ناعم. تمام. رح أقلي البصلة بس لحتى تذبل معانا شوي. رح أضيف عليها شي سنين من الثوم مهروسين، ورح أقليهم مع البصلة. بعدين رح أنزل عليهم بالكوسة، رشة ملح ورشة من الفلفل الأسود. رح أقلي الكوسة معاهم شوي ورح أتركها على نار وسط لتوصل عندي الكوسة ل3/4 الاستواء. رح أضيف عليها كاستين من البرغل الخشن مغسول، ونظبط عيار الملح، رشة من الفلفل الأسود. ورح أحمس البرغل معاهم شوي، ونظبط عيار المي. لكل كاسة برغل رح أضيف كاسة ونص من المي المغلية. تمام. تحريكة خفيفة. أول شي النار بدها تكون قوية، وبس تبلش تغلي المي وتقرب تنشف رح أوطي الحرارة وأسكر عليه. شوفوا هون ضل شي بسيط من المي. رح أضيف عليه الكزبرة الخضراء. تمام. وأعمل لهم تحريكة خفيفة. رح أسكر عليه وأطفي النار وأتركه 10 دقايق، بعدين أصبه. طبعا هي هاي الأكلة أصولها تنطبخ بلحمة، بس أنا أحبها بهاي الطريقة. بعالم ما تضيف لها بصل أو ثوم أو كزبرة، كل حدا ينقص بضيف يلي يحبه. أنا بالنسبة لإلي أحبها بهاي الطريقة، عن جد طيبة. جنبها لبن بخيار وشوية مخلل وبس. والله اكتبولي رأيكم. بالعافية يا رب.